السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وضيعتها يا بنزيما، والتسديدة من كروس وجول. التسديدة من كروس وجول. هدف مباغت ومفاجئ ولكنه كم هو رائع. توني كروس يباغت الحارس ديميتروفيتش الحارس الصربي ويسجل هدف الرابع هذا الموسم في الدقيقة الرابعة من بنزيما. طلب هازارد، وصلت وهازارد وجول. راموس هو الذي قاد الهجمة، هو الذي قطع طريق الكرة، وهو الذي كان أمام المرمى الفارغ يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر الشوط. ثانية ورودريجو كاد يلحق ومارسيلو جول. 3-0 للريال. بنزيما وادم هازارد ومارسيلو يستلم ويسجل اول اهداف هذا الموسم. الكرة صعبة وجول. كرة صعبة وجول. ضربت في هذا وذاك ودخلت تحت رجل تيبو كورتوا. هدف اول لنادي ايبار في الربع ساعة الاول من انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 60. من الذي لذلك اتلتيكو مدريد عادة صعب يسجل ولكن جول. صارت الامور بشكل طبيعي للغاية الحقيقة في المباراة، وبالتالي يتمكن اتلتيكو بلباو من السيطرة وترجمة على نهاية الشوط الاول. الكرة الخطيرة تنحط في الجول. مباشرة ردة الفعل تأتي من أتلتيكو مدريد بواسطة دييغو كوستا. لم يهلع كثيرا الحقيقة أتلتيك بلباو. كاليتشوري في مواجهة هرابيسكي. كاليتشوري بالشبكة وهدف التقدم لفريق شالكا يكسر حاجز التعادل السلبي بهدف من علامة الجزاء. كاليتشوري يضع كرة في منتصف المرمى. التقدم للأزرق الملكي 1-0. فندر يتابع. فندر عرضية خطيرة والتعادل. ليفركوزن ياخذ الخصيك. هدف برازيلي بعد كورة مررها فندر. شوف الهدف. فندر استخلص كورة انطلاق ممتاز ما تحركش سكين جريفن. فندر مر باتجاه باوليني وهدف التعديل. ليفركوزن تمكن من التعديل. الترتيب الرابع عشر. لمسة عميقة خطيرة. هدف أول ممكن. الشباك تهتز باكرا. مفاجأة مبكرة من الضيوف. نيدرليشنر ياخذ الامور على عاتقه بكره مقصيه رائعه في اول لقطه واول اختبار يسقط به دفاع ماينز ولر. هدف مبكر جدا لمصلحه الضيوف لصالح نادي اوكسبرغ. كره ابعاد. محاولة التوزيع والهدف الأول 1-0 عن طريق ارتورو فيدال. 1-0 البلاوغرانا. الكتالوني يسجل من اول 60 ثانية في ماتش الريال مايوركا الجريح الغريق. البارسا يؤكد ان مرحلة ما بعد كورونا هي ترجع كرة بالراس حطها مرة اخرى. برشلونة خطيرة الهدف الثاني لبرشلونة. الهدف الثاني لنادي برشلونة. إذا 2-0 للكتالوني كما توقعت. هدف البارسا سيكون أقرب. لم يسجله ميسي على الأرجح، ولكن البارسا نسبة الإجابة على الأقل صحيحة في رأيي. وهنا فرصة للهدف الثالث. كرة خطيرة ممكن الهدف الثالث. الهدف الثالث من برشلونة. الهدف الثالث
للكتالوني البلاوغرانا بشباك الحارس مانولو رينا. الكرة أجوال والكرة رجاعة. هناك فرصة مع لويس يلعب الكرة بشركنها شكرا يا حكم، شكرا يا حكم. أكدت ما قلته من أول الماتش، ميسي سيسجل وهذا الهدف سيحرمك من البيست بلاير. بروس جملة الجمعة الماضية هذه كرة زيركسيانو رونالدو متحدي بأقوى طاقة. رياض سومر الحارس السويسري 19 عام يا مشاهدي المرة. وباتريك إيرمان يوسع بالنيران الصديقة يكتوي بايرن مونشن. بنجاما بافار يغادر 8 نار ويعد هذه الكرة خطيرة. بافار يوسع غدار بايرن مونشن. مشاهدينا الكرام ما زلت نحكي ونقول هنالك نهاية دراماتيكية، هنالك فريق غدار. العرضية من جانب كان جوا الرأسية. الله ليس لها إلا هولاند يضع الكرة في الشباك ويأتي بالأهم في هذا. Il primo palo, il pallone sorprende Ospina, arriva il vantaggio dell'Inter, ha segnato Eriksen 1-0. Calcio d'angolo di Eriksen, vediamo sul primo palo che va a saltare Lukaku, però nessuno prende palla, la tocca un difensore del Napoli e il pallone si infila nel secondo palo. C'è stato ancora Insigne al limite dell'area, entra Insigne, pallone centrale, Mertens! E arriva il pareggio del Napoli con il gol numero 122 in maglia azzurra di Dries Mertens, recordman nella storia azzurra, staccato Hamsik, l'esultanza dei giocatori del Napoli, contropiede letale,